ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد من قناه شارع المستعمر. بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني انها تصلي على النبي، تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. عنوان النهارده ان انا اتنصب عليا فعلا في مبلغ كبير جدا في سوق ديانه وسوق الجمعه. تمام، وايه الفيديو ده مخصوص علشان الناس ما تقعش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. طيب، طبعا دي موبايلات خردة ملناش دعوة بيها في الفيديو النهاردة. تعال نشوف بقى احنا بنتكلم على ايه. احنا بنتكلم عن الحاجات دي عن الحاجات اللي هي شغالة. طبعا دول جزء ودول جزء. الموبايلات دي تمام شغالة، كلها شغالة، ما فيهاش اي حاجة نهائي. تمام، يعني موبايلات شغالة بدون مشاكل. لكن المشكلة في حاجة، المشكلة ان الموبايلات دي كلها عليها ضريبة. طيب ازاي موبايل عدى عليه 20 سنة، اكتر من 20 سنة كمان، يكون عليه ضريبة؟ ده فعلا اللي حصل معايا. كل الموبايلات دي عليها ضريبة. للأسف الضريبة بتاعتها مش يعني مش بسيطة، لا خالص. يعني الموبايل زي ده، الموبايل ده عليه تقريبا 800 جنيه او 750 جنيه ضريبة. موبايل زي ده تقريبا شغال بقاله، ده إصدار تقريبا 2006 2005، ده لما كانش أقدم من كده يعني. فأنت بتتكلم في 25 سنة، فإزاي تتكلم في 20 سنة؟ فإزاي ده عليه ضريبة؟ أنا مش عارف. الموبايل ده برضو حالته كويسة جدا، مفيهوش أي حاجة. الموبايل ده تقريبا عليه 450 جنيه ضريبة. الموبايل ده برضو زي ما انتم شايفين حالته كويسة جدا، ده عليه 300 وشوية ضريبة. فازاي يعني حاجات شغالة هتقولي لا ما هو القرار، او الموبايلات اللي كانت فاصلة او اللي كانت عطلانة او اللي كانت واقفة قبل القرار، فكل ده عليه ضريبة بأثر رجعي. طيب ازاي الموبايلات دي كلها كانت جوه مصر شغالة بشرايح مصرية؟ فانت المفروض عارف السيريال نمبر. تمام، فانت ما تفصليش او ما تقع، يعني ما تخليش موبايلات زي دي واقفه او تقف. موبايلات شغاله موجوده في مصر من سنين، انت تخليها تقف بناء على ايه؟ طبعا حوالي 100 موبايل او 200 موبايل بالشكل ده نفس الكلام، ان هما فاصلين ضريبه. وطبعا يعني خساره كبيره جدا على التجار. فانت برضو مش بتعرف تجرب الموبايلات دي من سوق ديانة، من سوق جمعة، فانت بتاخد ومش بتجرب. فعشان كده انا عملت الفيديو ده. حافظ على فلوسك وتأكد من موضوع الضرايب الاول. دي كانت حلقة النهاردة، واشوفكم على خير.